شوف يا صاحبي، كل دقيقة بتضيعها في التسويف والمماطلة دي لحظة كان ممكن تلاقي فيها حل. لحظة كانت ممكن تقربك من كل حاجة انت عايزها. وللأسف الطريقة اللي انت بتفكر بيها او التفكير اللي انت حرفيا سايبه يسيطر عليك او اللي هو بيلف جوه دماغك، للأسف هو اللي بيشكل نمط حياتك، لأنه بيحرك أفعالك من غير ما تحس. فأنا عايزك تفكر فيها. ايه يا عم، هنفضل نفكر كتير؟ تعال اقول لك ازاي تحل مشكلة التسويف دي. التسويف ده انك عارف ان انت وراك حاجة بس بتماطل فيها. ما اظبط الجدول، هذاكر بكرة، لما تيجي الساعة 9، لما تيجي الساعة 6، ما تيجي الساعة 5. دايما بتخلق لنفسك عذر بيخليك اللي هو انت تأجل حاجة دي، ودايما شايف اللي انت عندك وقت. وللأسف أسوأ حاجة اللي انت دايما تكون فاكر اللي انت عندك وقت. طول ما انت فاكر اللي انت عندك وقت عمرك ما هتنجز حاجة. واللي عايز اقوله لك، لو انت مثلا كنت في ثانوية عامة، تمام، فما عادش وقت. يعني هو فاضل حوالي اقل من 4 شهور، فاهم؟ فلازم تظبط حالك. اول حاجة، التسويف بيحصل لسببين. السبب الاول ان دماغنا كلنا بتحب الحاجة الاسهل، يعني بتحب الحاجة السريعة، امتع، اسهل، احسن، ومن السوشيال ميديا طبيعي. السبب التاني، ولو انت في ثانوية عامة فانا عارف اللي انت حاسس بيه، اللي هو خوفك من اللي انت من كم المذاكرة اللي وراك اللي انت مركمها للأسف، وخوفك من النتيجة، وتقول انا كده كده لو ذاكرت مش هعمل حاجة. فحاسس بيك بصراحة. تعالى بقى اقولك ازاي تتخلص من التسويف ده، واللي انا شخصيا وقعت فيه حتى في تصوير الفيديوهات. ازاي بقى تتخلص من التسويف؟ ركز معايا. اول حاجة، مفيش حاجة اسمها مش حاسس بالحماس. اصلا انا مش قادر اذاكر النهاردة. يا حبيبي، انت دماغك اصلا واخده اللي انت مش قادر تذاكر دايما. انت لو ما مسكتش الكتاب وبدأت تذاكر وتدخل دماغك جوه مود المذاكرة، عمرك في حياتك ما هتذاكر. والله ما هتذاكر ولا هتعمل اي حاجة بقى، سواء شغل، دراسة، كورس، اللغة، اي حاجة انت بتعملها لو ما رميتش نفسك فيها هتفضل بعيد. خد انت بس كده خطوة تلاقي الدنيا ماشية معاك. يعني مشي الدنيا تلاقيها ماشية معاك، ما تقفش بعيد وتقول اصلا انا مش هعرف. ايه اللي مش هتعرف؟ تاني حاجة، لو بتذاكر والموبايل جنبك فانت كده فنكوش، حرفيا فنكوش. اسمع مني، انا ادرى انت بتعمل ايه. هو انت لو بتذاكر والموبايل جنبك فانت كده حرفيا بتلعب مش بتذاكر. ما هو انت 5 مذاكرة و5 سوشيال ميديا، ماذا تفعل؟ ها؟ فاسمك صدوق. فانت لازم تسيب الموبايل بره الاوضه، ولو انت بتستخدم الموبايل او بتذاكر عليه فاعمل وضع طيران. اسمع مني، خد مني، ها، خد مني. فاللي انا عايز اقوله لك، مفيش حل سحري ومفيش في 5 كلام، وفكك بقى من الكلام وفكك من الفيديوهات. انت لازم تبدأ في الحاجة اللي انت عايز تعملها، تمام؟ ما تقعدش تعمل جدول، ما تقعدش تظبط مش عارف ايه، ما تفضلش تظبط كرسي على رأي الدحيح، وما تستناش الساعة تيجي 9 بس مش عارف ايه. لا، ابدأ يا زميلي. عايز تذاكر ذاكر. شوف انت عايز تعمل ايه قوم اعمله، فاهم؟ ما تفضلش راكن، ما تفضلش خايف، ما تفضلش تعيط اصل انا مش هقدر، والله ده باقي 4 شهور، انا ميت، انا مش قادر اذاكر. يا صاحبي، والله ما في الكلام ده. يعني بص، ما تزعلش مني، او ايه فرط الحركه اللي انا فيه ده. يعني ما تزعلش مني، المهم انت ما تزعلش مني، ما تاخدش كلامي كده اللي هو انا بستهتر، او اللي هو انا، لا، انا والله بقول لك ما فيش حل سحري بجد. انت لازم تبدا في الحاجه، وهو بكلمك وانا هادي. وتفكك بقى من شغل الصعبانيات ده، عشان ده مش هيفيدك بحاجه، فاهم؟ واي حاجه هتعملها وهفضل اقولها لك ايا كان، يا عم انت مراكم الدنيا كلها، فاهم؟ يا تفضل مراكمها كلها كده وتروح الامتحان وما تحلش، يا تذاكر نص الحاجه اللي انت مراكمها دي وتروح الامتحان تحل نصه. ايهما افضل؟ مع انك انت اصلا معاك وقت تقدر تلم كل الحاجه دي، بس انا يعني بقول لك مثال، فاهم؟ فاتمنى تكون فعلا استفدت من فيديو النهارده، تمام؟ وانا عارف ان انا بنزلش والله فيديوهات بقالي فتره كبيره، وده لاني مش عارف اصور بصراحه. مش عارف اصور. المهم الفتره الجايه باذن الله اقدر اصور فيديو او اتنين، يعني هحاول يعني. وفكك من الباك جراوند دي والصوت، عشان انا ساكن للاسف على البحر. يعني اي حد في اسكندريه عارف عارف لو انت ساكن على البحر الصوت هيبقى عامل ازاي. فحتى لو ايه، يعني انا لو عملت ايه مستحيل. فاتمنى فعلا الفيديو يكون عجبك. ما تنساش بقى تعمل لي لايك وسبسكرايب، وبراحتك لو مش عايز تعمل لايك وسبسكرايب ما تعملش. المهم يكون الفيديو عجبك. اشوفك الفيديو الجاي. سلام.